السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو انا هعلمك طريقة استرداد الرسوم لو انت عملت تأشيرة زيارة لدبي لمقيمين دول التعاون الخليجي. بمعنى تاني، لو انت عملت تأشيرة زيارة لدبي ولا قدر الله جالك رفض، فانت بتسترد الرسوم، بتسترد تقريبا 89 درهم. لو انت كنت مثلا في السعودية او في الكويت او في البحرين او في قطر او كنت في سلطنة عمان وقدمت على تأشيرة زيارة دبي وللأسف اترفضت، فانت بتقدر تسترد 89 درهم. ان شاء الله انا هقول لك الطريقة في الفيديو بإذن الله. اول حاجة انت هتدخل على الموقع اللي انت طبعا قدمت منه، انا هسيبه لك في الكومنتات. تمام. بعد كده انت عندك هنا اختيارات. اول حاجة عرض الطلب، ده بيعرض الطلب، انت مالكش دعوة بيه. انت عندك حاجة اسمها طلب استرداد الرسوم. طبعا انت بتدوس على طلب استرداد الرسوم. هنا قدامك طبعا التغييرات على وضعية الطلب، ده انا هشرحه لك قدام شوية. وفي تنزيل ايصال الدفع وتنزيل الطلب، انت مالكش دعوة كل دوت. انت بتدخل على طلب استرداد الرسوم. بعد كده تلقائيا بيدخلك على الصفحه ديت، بيقول لك هنا ان القيمه المسترده هي 100 درهم، ولكن الحقيقه ان القيمه المسترده بتكون 89 درهم بعد خصم الضريبه. وهنا بيقول لك ادخل رمز المرور لمره واحده بس. الرمز ده بيجي لك عن طريق الايميل اللي انت مسجل بيه. وفي حاجه لازم تكون خلي بالك منها جدا، انك انت بيوصل لك فلوسك عن طريق الكريدت كارد اللي انت دفعت بيه. انا دفعت عن كريدت كارد معين، فالفلوس بتاعتي هتجيلي عن طريق الكريدت كارد اللي انا دفعت بيه. وصلاحيه الكود ده بتكون 5 دقايق. بعد كده هنا بتك طلب استرداد الرسوم. بعد كده هنا بيظهر لنا ان الرسوم فعلا استردت، وبتكون من خلال لثلاث لخمس ايام عمل. ان شاء الله بيوصلك الرسوم بتاعتك. وهنا طبعا انت لو دخلت على الطلبات بتاعتك هتلاقي هنا تم استرداد الرسوم. هنا طبعا بيعمل لك بيبعت لك الايميل ان خلال 3 ل5 ايام هنا بتسترد الرسوم. وان شاء الله يكون عجبك المحتوى. لو عجبك المحتوى تنساش اللايك والشير والكومنت. وان شاء الله الفتره اللي جايه انا هنزل لكم طريقه عمل ابلكيشن الشنجن وامريكا والصين وكوريا والبرازيل. اي تاشيره انت عاوزها سيب لي بس في الكومنتات انت محتاج اي نوع من انواع التاشيرات، وانا ان شاء الله هنزل لك كافه المعلومات عليها. دي للاسف قناتي الجديده، القناه القديمه للاسف اتقفلت. فان شاء الله انت محتاج اي حاجه ابعت لي في كومنتات، وانا باذن الله اقدر اساعدك. ما تنساش اللايك والشير والكومنت عشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.